انت تعرف ان في مسلسل اسمه العملية ميسي نزل في رمضان 2014 بطولة احمد حلمي؟ اللي ادى الصوت بتاع القرد ميسي، بينما محمد ابو السعود هو اللي ادى الشخصية حركيا وتمثيليا. انا كنت بسمع المسلسل ده لانه كان تجربة غريبة بالنسبة لي. مسلسل كوميدي عن قرد اسمه ميسي، وبيتكلم وسط الناس وعايش والناس عارفاه. القصة بتبدأ لما فتحية بتلاقي قرد صغير اسمه نفيس، وبعدها بكام سنة القرد بيكبر ويبقى اسمه مسعد. الناس في الشارع بتسميه ميسي، ولكن حياة ميسي بتتغير لما السلطات المصرية بتقرر تجنده عشان يساعدهم في متابعة تحركات مشبوهة مرتبطة بالمخابرات الأمريكية. وفي نفس الوقت المخابرات الأمريكية بتحاول توصل لميسي وتستخدمه في التجسس على الدكتورة نهى، علشان تعرف وصلت لإيه في أبحاثها عن مرض اسمه جنون البقر. وميسي نفسه بيلاقي نفسه وسط صراعات كبيرة بين المخابرات المصرية والأمريكية وعصابة إرهابية سرقت سلاح بيولوجي خطير جدا. والأغرب إن القرد اللي كان عايش وسط الناس بقى فجأة جزء من عمليات استخبارية دولية. بس السؤال هنا، كنت تعرف إن في مسلسل مصري عن قرد اسمه ميسي، ولا كانت أول مرة تسمع عنه؟ قولي في التعليقات.